جماعه انا عايز اقول حاجه ومحدش يضحك. الوداد المغربي، اهلا بيكم في 60 ثانيه كوره ويلا بينا. ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي، وجابها من قلب كازابلانكا وسط جمهور الوداد المغربي وسط لعيبه الوداد المغربي، وما قدروش برضه يعملوا حاجه. الاهلي يثبت ان هو البطل وهو بابا افريقيا وساده افريقيا وسيد اسياد افريقيا كمان، وما فيش غير الاهلي في افريقيا كلها. وزي ما بنقول يا جماعه كالعاده ومن غيره مصدر السعاده، الاهلي يتوج بال11 ويصل الى قمه افريقيا ولا احد ينافسه في افريقيا، رغم الاداء السيء اللي كان فيه جمهور الوداد النهارده، ورغم الاداء اللي كان فيه لعيبه الوداد النهارده، ورغم كل الضغوطات اللي كانت على لعيبه الاهلي، لكن كانوا رجاله وقدروا ان هم يخرجوا من الماتش بالنتيجه اللي هم عايزينها، وهي التعادل 1-1 ونتيجه الماتشين 3-2 عشان الاهلي يكون بطل دوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخه. وفي الاخير الف مليون مبروك لجماهير الاهلي المصري، والف مليون مبروك لجماهير المصريه كلها، وهارد لك لجماهير الوداد المغربي والوداد المغربي. وان شاء الله نلتقي في كازابلانكا في العام القادم في نهائي دوري ابطال افريقيا، وهتكون ال12 ان شاء الله للاهلي.